نواصل الحوار مع سلوت في مراحي ناطق رسمي باسم الحزب الوطني التونسي. البارح صدر انا ما سميته بيان، انت سميته نداء اكثر منه، من نداءات داخل البيان هذا. اوكي كان نلقاو حل وسطي او باش نحكيو على الوسط جوستومون. دعا معناتها الحزب الوطني التونسي يدعو الاحزاب الى تفهم طبيعه المرحله ودقتها مما يحتم الاحاطه بالحكومه ومراعاه قلة جاهزيتها الناتجة أساسا عن نقطة جبتها وجسامة المهام. تعليقك؟ هذا طبيعي، يعني الحكومة كما قلنا الناس اللي فيها ما عندهمش تجربة قديمة، على الأقل تو الأداء متاعهم، رغم اللي تو يقول لك استنى 100 نهار وحكم وكذا، الأداء متاعهم مبشر على أنه ناس ما هيش مستانسة بالملفات، بالقرار، يعني لا رياكتيفيتي نتاعهم واضحه، ماهيش نتاع حرفيين، وهذا طبيعي ونتفهموه. ونتفهموا اللي عندهم دوسيات كبيره تستنى فيهم، ونتفهموا انه الظروف المناخيه مثلا اللي تزادت هذه زادت في الطين بله وصعبت عليهم الوضع. ما يلزمش ننظروا لهم بعين الشماته، يعني احنا متشمتين في شكون؟ متشمتين في رواحنا احنا في الاخر، وهما يخدموا في شكون؟ ما يخدموا في توانسه. فالاحزاب ماذا بها زادة تفهم الوضع هذايا، مش أنا معناها علي وعلى أعدائي، يعني هات تغرق سفينة وكهو، مش معقول هذا. لازم نعودوا نراجعوا التعاطي متاعنا مع الشأن الجاري، ونفهموا شنو اللي قاعد صاير في البلاد، ونحطوا في اعتبارنا أهم حاجة مصلحة البلاد هذه، لأنك مش نقعد أنا تجبد ليك وأنا نجبد ليا، في الآخر شنو اللي خرجنا به؟ احنا توك تشوف الحياة، الغلاء في الأسعار لا يطاق بالنسبة للناس، لازم نفهموا العباد هذه. اليوم الظروف الاقتصادية كلها والمؤشرات كلها، رغم الإشارات الصغيرة اللي بعثها السنابلي الأسبوع الفارط، لكن في الحقيقة ما تطمن حد شيء. العملة متاعنا اللي تشوف فيها قاعدة تنحدر يعني من نهار لآخر، وهذايا بالتبعات متاعه الكارثية على الاقتصاد متاعنا. القيمة متاع البترول اليوم كيفاش تزادت، وهذايا على التوازنات، وانت تعرف اللي تعملت على الميزانية على 100 دولار البريل، واليوم واحنا وين. يعني هذا الكل عنده تأثيرات علينا. وتشوف اللي الموازنة الاقتصادية متاعنا اللي كانت محسوبة على أنها باش تكون عجز ب6% في الميزانية، إذا كان ما نصلوش 8 ولا 9% بنا بي. فشنو اللي في الآخر شكون باش يخلص الفاتورة؟ ما هو الشعب التونسي. فهات نفهموا بعضنا، نخليه تقولش علينا اليوم كايننا في حملة انتخابية ما هيش باش توفى. كان دخلنا الحملة الانتخابية وما خرجناش، وصار الطرح الأولاني وظفر الأربيتر والناس باقي تلعب. مش معقول يعني. ثم كل حديث أوان اليوم وقت أنه مجروحين، البلاد مجروحة، لمدوا جرحنا احنا كلنا أولادها، ما الجماعة اللي سخالوا رواحهم اللي هم أغلبية، واحنا نعتقدوا اللي ما همش أغلبية، والناس اللي هما 0.0 يقولوا عليهم وهما ما همش 0.0. الناس كلهم ولاد تونس. اليوم مرحلتهم أنه يحطوا اليد في اليد باش يخدموا تونس الساعة، ونحينا من الأغلبية وما اللي أقل من الأغلبية، لمدوا نوقفوا بلادنا. وبعد ما يسالش ثم آليات ديمقراطية، ونرجعوا نستعملوا الآليات الديمقراطية، ويكون الناس ذات وعات، هي صارت لها تجربة وذات فهمت أكثر، والناس الكل فهمت أكثر، وندخلون بعد وقتها في استحقاقات شنو هي في النهاية السياسة، ولا شنو هي الديمقراطية. ما الناس تتقدم باش تخدم بلادها، مش تتقدم باش تغرق بلادها. احنا بالنسبة لنا ما نستحمل تو اتهامات، وإنما ندعو الناس كل التعقل. يا عباد راهو ثم مهما كنتوا الأطراف، مهما كان الانتماء نتاعكم، راهو اليوم تعقلوا، راهو مصلحة البلاد مهدة، راهو البلاد في خطر، راهو يلزم الوحدة الوطنية اللي كان نادي بها بورقيبة قبل، يظل هذه حاجة لازم منها اليوم باش البنيان هذا يعاود يرجع، باش تكون لنا شيء من الحصانة، باش نجم بعد تدخل في مراحل متاع ديمقراطية. ما كانش على الخراب باش تعمل ديمقراطية.